السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أمونا. اليوم رجعت لكم بوصفة المشوك اللي عمري ما نستغنى عليها في كل عيد، دايما حاضرة في حلوياتي. سهل وبنين ويخرج كمية ما شاء الله. نتحداك إذا ما حذفتيش كامل وصفات المشوك اللي عندك واعتمدتي هذا راح يحمر لك وجهك في كامل مناسباتك، يجي بنين ومشرب بالعسل للقلب ويذوب في اليد قبل الفم. كملوا الفيديو للأخير باش تنجح معكم هذه الوصفة، وما تبخلونيش بهذاك الجيم في الفيديو فضلا وليس أمرا. نروحوا نتعرفوا مباشرة على الوصفة. أول حاجة نبداو بها هنايا هي ربعة نتاع صفار بيض، و200 غرام نتاع الزبدة دايبة وباردة، ورشة نتاع الملح باش ما يجيناش الكاطو تاعنا صامت، وكاس نتاع السكر كلاصي، ومغرفة صغيرة معمرة نتاع فانيلا. ونجيبوا لهنايا 300 غرام نتاع الكاوكاو كنت طحنته رقيق. ونحتاجو تاني كيس نتاع خميرة كيميائية. دروك نقعد نضيف في الفرينة ونطم في العجينة نتاعي. انا هنايا استعملت 2 كيسان نتاع فرينة، وانتيا يعني عينك ميزانك، ما نعطيكش انا هنايا المقدار نتاع الفرينة على خاطر الفرينة فيها انواع، كاين اللي تتشرب وكاين اللي لا يعني انتيا طمي وشوفي العجينة نتاعك وين تشوفيها نشفت صاي حبسي الفرينة. شوفوا هنايا بعد ما لميت العجينة نتاعي راني رايحة نشكلها كويرات صغار، يكون الحجم نتاعهم ما كبير ما صغير، يكون متوسط بهذا الحجم كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، لازم تنشفوها شويه باش تنجح معكم الوصفه وما تتحللكمش الحبه كي تكونوا طيبوا فيها، ما تخلوهاش جاريه باش ما تتحلش معاكم، نشفوها شويه. نقعد نكور في العجينه نتاعي حتى وين نكمل كامل العجينه بهذا الشكل. كويرات يكون الحجم تاعهم كما قلنا ما كبار ما صغار بهذا الشكل، فوالا حتى وين نكمل الكميه كامل. هنايا بعد ما كورت العجينه نتاعي كويرات صغار راني رايحه نرمدهم في البياض البيض اللي كنت فصلته قبيله على الصفار، ومن بعد تيك راني رايحه نرمدهم في 300 غرام تاني. هنا نحتاجوها نتاع الكاوكاو ريحته خشين، لازم ترحوه خشين ماشي كيما نتاع العجينه، على خاطر رانا رايحين نزينو به كيما راكم تشوفوا. من بعد تيك ندير فيها حبه تاع كاوكاو في الوسط، نعاود نحط الحبه تاعي في البياض، ومن بعد تيك في الكاوكاو مطحون خشين بهذا الشكل حتى وين نغلف الحبه تاعي كامل. ومن بعد تيك راني رايحه نحط فيها حبه نتاع كاوكاو في الوسط للتزيين. تحبوا ديروا الكرز ولا الكاوكاو، انا نحب ندير الكاوكاو ما نحبش ندير الكرز. نواصل بنفس الطريقه حتى وين نكمل كامل الكميه اللي عندي. كل حبه نديرها في البياض ومن بعد تيك نرمدها في الكاوكاو خشين، ومن بعد تيك راني رايحه نحط لها حبه تاع كاوكاو في الوسط. هنايا جبت المقله نتاعي درت له شويه نتاع الزيت، راني رايحه ندهنه بالزيت وندير له رشه نتاع الفرينه باش نتفادى الالتصاق، فوالا. من بعد تيك راني رايحه نستف الحبات تاعي كامل هنايا في المقله، ولازم نخلي الفراغ ما بين حبه وحبه باش ما تلصقش الحبه مع الاخرى، فوالا باش ما يلصقوليش الحبات مع بعض. نخلي فراغ ما بين حبه وحبه ونغطيهم ونخليهم يطيبوا على نار قليله بزاف باش نضمن انهم طابوا لي من الداخل. هنايا من بعد ما طيبتهم كيما راكم تشوفوا وهما سخونين نحطهم داخل العسل، لازم يكون بارد العسل والحبه تاع المشوك تكون سخونه، هكاك راهم رايحين يتعسلوا لكم للقلب، فوالا كيما راكم تشوفوا. نحاول نغرقهم كامل في هذاك العسل باش نضمن انهم تعسلوا لي للقلب. نواصل بنفس الطريقه حتى وين نعسل المشوك نتاعي كامل. كيما شفتوا طريقه بزاف سهله ويجي بزاف بنين، صدقوني هذه الوصفه اعتمدوها في كامل مناسباتكم، راهو رايح يحمر لكم وجهكم. شوفوا كيفاش تجي الحبه تاعو معسله للقلب، والبنه ما نحكي لكمش، فوالا. نواصل بنفس الطريقه حتى وين نكمل كامل حبات التاوعي كيما شفتوا معايا. وصفه بزاف سهله. انا حبيت نحط هذه الوصفه لاول مره على اليوتيوب، مشوك بدون فرن، حبيت نحطه للاخوات اللي ما عندهمش الفرن، على بالي كاين بزاف وكاين بزاف طلبوا مني هذه الوصفه بدون فرن، قلت ولما لا، راني رايحه نحط لهم فكره كيفاش يطيبوا هذا المشوك ويفرحوا تاني هما اولادهم في العيد، وعلاش لا. هنايا كيما راكم تشوفون بعد ما طيبت المشوك نتاعي شوفوا كيفاش خرج الشكل تاعو، يجي بنين ومعسل للقلب ويقطر بالبنه. كامل يسقسوني على الوصفه نتاعو، لهذا حبيت نبارطاجي معكم كامل اسرار المشوك كيفاش ينجح معكم. نتمنى يا رب تجربوه وقولوا لي كيفاش خرج معكم. تبعوا كامل النصائح اللي ذكرتها في الفيديو وراح ينجح معكم ان شاء الله.
نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم، واستناوني في الوصفة الجاية. غدوة راني راح نحطها صابلي بدون فرن، والى الملتقى ان شاء الله. باي باي.